أهلا. وحوي يا وحوي. كل عيد وانتم طيبين والكحك واكلين وشبعانين ودايبين في الكحك. كل سنة وانتم طيبين يا على العيلة في الدنيا. عاملين ايه؟ عيد سعيد عليكم. طبعا اغنية الكحك انا مش حافظاها. مهم احنا دلوقتي ايه لازم نعمل كحك. عملنا كحك ده في ايه عند ابويا. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات ان اختي ايه اللي هتعمل. تعال نشوف ايه طريقتها ولا رأيها في الكحك اللي هي بتعمله او على الطريقة بتاعتها. 2 كيلو دقيق لهم كيلو سمن. اي ايه ده سمسم. طبعا انا فاس بحبش السمسم اصلا. انت وراحتك انت بقى. وريحة برتقال وريحة موز. اللي انت عايزاه تحط حطيه. بس اساسي ايه؟ ريحه الموز ريحة الموز وملبن والسمسم اللي انت عايزاه. عايزة تحشي بعجوه، تحشي بملبن، تحشي ايه ده. طب ايه فائدة انك بتقدحي السمنة؟ في ناس بتقدحهاش. ايه انت بتحبها سخنة ليه؟ عايزاها تطش ليه؟ عادي يعني انا بحب الطيش. لا فايدة يعني ولا لها حاجة؟ بتخيل يعني نفسه حلو وريحته حلوه. ودي طبعا كان ايه طريقتها ورأيها في السمنة المقدوحة. انا ما بحبش السمنة المقدوحة. انا بحب اقدحها ايه يا بالليل واستعملها الصبح، يا الصبح استعملها بالليل. المهم ايه انها تبرد تماما واعمل على البارد. آه انا بحس المقدوحة دي بتحرق كده في الصدر وبتبقى سمينة. وهي ملهاش دعوة طبعا بالكحك الدايب او الناعم او كده، لا طبعا. هي بتبقى ايه بتفرق مثلا ايه بتبقى حامية على الصدر واحنا طالعين من صيام كده. هي حباها كده خلاص. هي حابة الكحكة بتاعتها انها تبقى بيضة شوية خلاص مفيش مشكلة. كل واحد وايه ورأيه. انا جبت الجبنة الدقيق زي ما هي قالت فعلا. الكيلو السمنة عليه 2 كيلو دقيق. عليه طبعا السمسم اللي تبع اختيارك انت بقى. عليه 4 معالق سكر، ذرة الملح. عليه ايه كمان الفانيليا وريحة الموز وريحة الايه البرتقال. المهم جبنا السمنة على الدقيق وقعدنا نفرك جامد. قعدنا يجي نص ساعة انا والحاجة نفرك جامد. قعدنا كتير نفرك فيها بصراحة والله. ونزلنا بالرواح والحاجات ديت والسمسم اللي هو ايه حمصته شوية اهوت. ونزلنا بالحليب بتاعنا شوية بشوية نعجن. طبعا منعجنش الا بنحط ايه الحليب. انما اللي قعدنا نعجن فيه يجي 3/4 ساعة كتير. الكحك عايز عجين تعجنيه يطلع معاكي مظبوط ما شاء الله. واعملها كم مرة اهوت ما شاء الله ما بتفلقش ولا حاجة خالص. طالما عملتها كده ورص طبعك فيها فلقيتش يبقى كده معجونة 100 100. وايه زي الملبن في ايدك تشكلي بقى اهو ما شاء الله. اضرركوا تاني اهوت. انا عجنت فيها جامد جامد. عجننا فيها كتير. انا خدت فيها كام شوط والحاجة كام شوط وما شاء الله اللهم بارك. طبعا العجين ده ايه لكم حد مش لحد واحد يعني. احنا مشتركين فيه عاملين فيه اختي وانا والحاجة وكده وعملنا فيه ونقشناه. وانا بحب النقشة وما كانوا بقطعوا بقى. طبعا كنا مشاركين كلنا فيه. كله ايه بنعمل اللي بتقطع العجين اللي بتقرصه زي ما بنقول واللي بتقطع الملبن وتحشي. وانا ايه بنقش. انا اللي بنقش من وراه. انا بحب النقشة قوي في ايه. فلله الحمد الحمد لله اللهم بارك. يعني انا نقشت ايه شويه ايه الكحكه كله. جينا في القراقيش تقولك عايزه انقش القراقيش يا بنتي يديك يرضيك. قالت لا بحب انقش. خلاص براحتك. قلت لها انقشي بقى انا تعبت صراحه. يعني هي نقشت ايه القراقيش نقش اهو. بكذا طريقه يعني مش طريقه واحده او واقفه على واحد. بحمل واحده مطوله شويه ومش عارفه ايه. كانت هنا دلوقتي دي بصي كانت بتعبي
في السجق يتعمل الاول عشان نركنهم على ما نخلص. فبنخلصهم بقى بنولع الفرن ايه ونسوي واحده واحده، او ممكن ايه قبل ما نخلص اما عملنا شويه كميه كده نولع الفرن عادي ون ايه ونعمله. شايف ما شاء الله كوره كيكه ابص اهو. حد بقطع في العجين وحد بقطع في الملبن وبتحشي، وايه حد بايه بنقش. ما شاء الله اللهم بارك. والله بتبقى ايام جميل، يعني الوقت ده بيبقى جميل جدا جدا جدا. بنستنى مهما حتى لو بنعمل عملنا في ايام عاديه مبقاش حلو زي اليوم ده. يعني في رمضان ومتجمعين قبل الفطار بعد الفطار وقبل السحور. اليوم ده طبعا ما نمناش خالص، محدش فينا نام. كان التليفون طبعا مشغلينه وبنسلي نفسنا. كان شغال ايه ساعتها مش عارفه، كان هو برنامج كده شغال يعني. ده برضو حاجة عملتها كده الأبلة غادة أم أحمد، تدورلي تجيب راس حتة صغيرة كده تعملها زي الرول صغنن زي الصابع كفتة كده، تقولك نقشي زي ما هديك يرضيك. قالت أنا عايزة كده، خلاص يا ستي مش مشكلة، حاجتك وانت حرة فيها. دي حاجتها يا جدعان، حاجتها هي حرة فيها. حكم في ماله مظلة، صرفة مكلفة، تعمل ايه عايزة ايه. ما شاء الله اللهم بارك. يعني دي حاجات عايزة روقان، نقعد كده متجمعين على الطاولة لازم متجمعين. كانت مسلطة عليها الواحد مش عارفة ليه. احنا كنا كتير متصورة ولا موجودين، ولا عشان كنت عشان ما حدش يقول لهم يلا ما حدش يقول لهم غدا، ولا كأنك سمعت حاجة. شوفي كده يا غدا، ده لو تعملي مش هتعملي كده. اه ده الشوية اللي قالت عليهم، عملنا شوية قدام كمان تقريبا ولا اقل منهم زي ما هي عايزة كده. صلوا على النبي، كل سنة وانتم طيبين. ما شاء الله اللهم بارك. ده بالعجوة طبعا، بالعجوة جبنا العجوة برضو صراحة. كانت هي عجوة عندنا عند الحاجة، جابتها وفصصتها وعملناها بلبن. حطينا عليها لبن وحتة زبدة وعملناها سويناها على البوتاجاز عشان نبيح. ما شاء الله اللهم بارك. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اه في الاول ده طلعت كده يعني، كانت من شافتها عشان يبقى حلو عشان يستعمل. اختي قالت لا انا عايزاه ايه يعني ابيض شويه. خلاص هي حر، هي حرة يا جدعان، عايزة ابيض شوية مفيش مشكلة اهو. على فكرة الكحكة لا دايبة قوي ولا ناشفة، هي حلوة ما شاء الله.